عاوزك تبقى مستوعب، مش معنى ان فلان نجح في حاجة معينة انت نفسك انك توصل لها وتعمل نفس الخطوات اللي هو عملها فانت هتوصل، او مثلا تبقى اقل منه حاجات بسيطة تبقى اعلى منه. لا، كل واحد لينا ليه قصة حياته المختلفة، ليه النجاح بتاعه المختلف بتاعه. فانت بمعنى صح ربنا ما خلقناش زي بعضينا. في المجتمع بتاعنا تلاقي الغني والفقير، الرفيع والطويل، التخين واللابس نظارة واللي ما لابسش، وهكذا كلنا مختلفين عن بعضينا. فانت حياتك مختلفة عن حياة فلان، فمش معنى ان فلان عايش قصة حياة جميلة، قصة حب جميلة انت نفسك انك انت تعيشها فانت تعمل زي ما هو عمل فانت هتعيشها. لا، مش معنى ان فلان فتح بيزنس او اشتغل في شركة معينة انت نفسك انك انت تشتغلها فانت هتعمل زي ما هو عمل عشان تعمل كذا. لا، كل واحد فينا ليه قصة حياته او نجاحه المختلف عن التاني. وبمعنى صح عاوزك تبقى فاكر ان النجاح اللي انت هتوصل له في الدنيا مهما كان ايه هو عبارة عن ايام معدودة وبعدين النجاح ده بيروح. النجاح الحقيقي اللي هو في الاخره، اللي هو ملهوش نهايه. هتقولي بس انا طماع، انا محتاج نجاح في الدنيا ونجاح في الاخره. اقول لك برضو مفيش مشكله، ربنا بيحبنا وطلب مننا باننا نسعى والنتائج عليه. فانت مطلوب منك بانك انت تسعى. حكايه انك انت توصل ما توصلش، ما تنجحش في حياتك، دي المفروض ما تزعلش عليها قوي. ليه؟ علشان النجاح في الدنيا ايام معدوده وخلاص. النجاح في الاخره عباره عن ما لا نهايه. دي اول حاجه. وتاني حاجه عاوزك تبقى فاكر ومتاكد انك انت لو ما وصلتش كفايه انك انت لما تيجي تموت اسمك مت وانت بتحاول، ما خنتش نفسك. اللي بيخون نفسه اللي هو استسلم عن احلامه وطموحه، فهو ده اللي بيخون نفسه. وخيانه النفس اصعب حاجه في الدنيا. اوعى تخون نفسك. وسلام.